السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض طاجن جميل جدا، فكرته تحفة وطعمه احلى، بجد طعمه مختلف، هتلاقيه مختلف عن اي طاجن عملتيه قبل كده. جربوا الطريقة دي وبالجمال ده وقولوا لي رأيكم. معانا هنا مكعبات بطاطس، هنجيب معانا طاسة هنجيب فيها 3 معالق كبار زيت، هننزل بالبطاطس، هنفضل نشوح فيها لحد ما تتحمر زي ما احنا شايفين، اكنك محمراها في زيت غزير بالظبط. بعد ما حمرت البطاطس كلها معايا هنا لحمه مسلوقه، ضفت معلقه سمنه على الزيت الباقي من البطاطس ونزلت باللحمه شوحتها. طبعا عايزه اقطع اللحمه مكعبات صغيره زي كده براحتك، عايزه تسيبيها كبيره براحتك. هي اللحمه مسلوقه وهنديها تشويحه بتتحمر على النار وبعد كده هنطلعها. معايا هنا بصل، حوالي 5 بصلات كبار، عايزين حبة بصل حلوين كده متقطع بالشكل ده. هنشوح البصل مكان اللحمة بقى، وهنضيف معلقة سكر صغيرة ومعلقة ملح، هنقلب وهنضيف معلقة فلفل اسود، معانا ربع معلقة صغيرة جوز الطيب وربع معلقة صغيرة قرفة. هنشوح بقى البهارات دي مع البصل، هنشوح لحد ما البصل يدبل معانا. شايفين البصل بقى عامل ازاي، بقى لونه جميل جدا. هنضيف بقى معلقه صويا صوص، نخلي بالنا واحنا بنحط الملح في الاول عشان لما نضيف الصويا صوص متبقاش الملح زياده. هنضيف بقى اللحمه اللي احنا شوحناها وهنقلبها تقليبتين مع البصل كده، ومعايا بصل قوارمه الصغير هنشوحه تشويحه مع اللحمه والبصل ياخد لون بس وطعم منهم. معانا بقى الطاجن بتاعنا. انا هنا معلش الكاميرا فاتت وانا بصور اللقطه دي، ان هنا ضفت الاول طبقه بطاطس من البطاطس اللي انا حمرتها، طبقه بطاطس من تحت وجزء البطاطس مش كلها طبعا، وحطيت عليه اللحمه والبصل اللي شوحناه وعملناه مع بعض. بعد كده بقى هنضيف باقي البطاطس اللي معانا، بس كده مفيش اسهل من كده، وسهله وبسيطه وطعمها تحفه. والبطاطس وهي متحمره كده بتديها طعم تاني. هنضيف بقى مع بعض ميه مغليه، هنغطي بس لحد وش البطاطس وهنقلب، نحاول ان احنا الميه توصل لكل اجزاء الطاجن بتاعنا وهندخله الفرن. الطاجن بتاعنا بقى بسم الله ما شاء الله بعد ما خرج من الفرن جميل جدا وطعمه تحفه بجد، مختلف تماما. جربيه وقولي لي رايك، ولما تدوقيه هتعرفي ان هو مختلف عن اي طاجن عملتيه. ولو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل.